عمل مشاكل كتير مع المنتجين. حسن الرداد حاول ينقذه أكتر من مرة، مش عاجبه بيومي فؤاد ولا حتى محمد ثروت، شايف إن محدش ساعده تماما. وسمير غانم قصته معاه قصة. عادل إمام مش بيحبه يظهر جنبه، واللي قالوا عليه ناس كتير ما صدقتهوش. اللي كسبه من الفن عمل بيه حاجات محدش يصدقها، واتقال كلام كتير على تصرفاته. وفي مفاجأة كبيرة عن حياته الشخصية. اشتغل سينما وتلفزيون ومسرح، ولخبطة الكلام كانت من أقوى الحاجات اللي شهرته. البرامج اللي عملها قلبت الدنيا عليه. رضا حامد كوميديان بشخصية وكاريزما مختلفة، جرأته عملت له مشاكل كتيرة. يا ترى ايه الكلام اللي قاله على عادل إمام وناس طلعت قالت مش صح؟ وحكايته مع الراحل سمير غانم، وهل هو متجوز وعنده أولاد ولا عنده علاقات مع ستات زي ما اتقال من زميل في الوسط الفني؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في التقرير ده، بس كملوا للآخر وهتعرفوا ايه الحكاية بالظبط. رضا حامد من الفنانين الكوميديانين اللي اتشهروا بطريقتهم اللي ناس كتير كانت بتشوف انها غريبة، وبالذات لما بيشقلب الكلام وبيطلع ادوار كاملة بيتكلم فيها بالطريقة دي. اتعرف بالطريقة دي ونجح كمان فيها، لدرجة انه عمل اكتر من برنامج بالطريقة دي، وكانت الناس بتتفاعل معاه وقرب من الجمهور جدا بسببها. رضا حامد مش شغال بقاله فترة زي ما كتير من جيله بيقول، بس هو كان وضعه مختلف شوية أو شويتين، وكل ده عشان شايف نفسه أهم من كوميديانات كتير موجودين على الساحة. بس هو شايف إنه هو مش واخد فرصته، لدرجة إنه مش عاجبه محمد ثروت ولا بيومي فؤاد ولا كمان محمد رضوان، ومحدش بيضحكوا منهم غير الراحل سمير غانم. أيوة، ما هو علشان سمير غانم وقف جنبه وكان بيفرش له الإفيهات وكان بيخليه يتصرف براحته على المسرح. وده كلام كان بيقوله علشان يعصب بيه النجم عادل إمام بعد الموقف اللي حصل ما بينهم، وبعدها ما اشتغلوش مع بعض تاني. رضا حامد كان دايما بيخرج ويقول إن عادل إمام مشاه من مسرحية بادي جارد عشان كان بيضحك الناس أكتر منه، وفضل يقول الكلام ده سنين طويلة لحد ما ظهر شريف إدريس اللي كان معاهم في المسرحية وقال إنه مشي من المسرحية لأنه كان داخل العرض وهو شارب ومش فايق، وكمان كان معاه واحدة. وبدأت تسجيلات ما بينهم بتقول ان رضا يقول حصل وشريف يقول ما حصلش. بعيد عن موقفه مع الزعيم، بس هو كمان مواقفه مع المنتجين مش احسن حاجة. من وقت ما اجره نزل ووصل ل 120 جنيه ورفض انه ينزله، وهم كانوا بيحاولوا معاه انه ينزل بس هو رفض، لدرجة ان حسن الرداد اتدخل له في الموضوع وحاول يخليه ياخد اللي هو عاوزه من الفلوس. بس المنتجين ما حبوش طريقته اللي كان بيتكلم بيها، ده غير انه قال ان الموضوع فيه شلالية، وكمان مديرين الانتاج بياخدوا فلوس من غير ما يقولوا، وده خلى الناس كلها اخدت موقف منه بسبب كلامه. رضا حامد الفلوس اللي كسبها من الفن ما شغلهاش، بالعكس ده اشترى شقة في القاهرة وواحدة في اسكندرية وجاب عربية، وكان مقرر يدلع نفسه. بس ده بقى غير انه طلع ليه ابنه وصرف كويس على تعليمه، وبعد اللي حصل له في الفن بعده عن الطريق ده تماما، وخلاص فقد الامل انه يشتغل في التمثيل مرة تانية. في النهاية انتوا بقى كنتوا تعرفوا كل التفاصيل دي عن رضا حامد وحكايته بالتفاصيل ولا لا؟